بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. طبعا أنا اتكلمت قبل كده في علاج الكساح أو شلل الأقفاص للحمام أو الطيور عموما. طبعا أنا اللي هو العلاج دهوت ده اللي هو اسمه بيديكال. هذا العلاج طبعا هو كالسيوم، والكالسيوم بشري، وممكن تجيب كالسيوم من عند البيطري. الكالسيوم ده بتديه للحمام طبعا يوم كل اسبوع، يعني اسبوعيا. لو الحمام قاطع البيض فبيخلي الحمام زي ما بيتقال كده بيكر البيض. ولو الحمام طبعا زي ما بيتقال كده البيضة بتقع منه، اسمها بيضة بريتش، وهي بيضة بتبقى القشرة بتاعتها مش كاملة، بتبقى عبارة زي قشرة داخلها كده، بتبقى طرية. وطبعا ده بيمنع الموضوع ده اللي هي البيضة البريتش. زائد لو الحمام ما بيبيضش بيخلي اللي هو الكالسيوم اللي انا وريتهولكوا ده اللي هو البشري البيديكال او اي كالسيوم من عند بيطري، مش شرط ده. وطبعا الجرعة اللي بتحطوها 2 سنتي على لتر مية، ودي بيخلي البيض يكر بيض او بيبيض على طول. تمام كده. سواء الحمام قاطع او اي طير، مش شرط الحمام، ماشي، سواء فراخ او بط او وز او رومي او اي طائر، عشان ما ننساش يخلي الحمام بيبيض على طول. ولو الحمام بيخلف بيضة يبيضها وبيضة لأ، بيخليه ان هو يبيض. وطبعا اللي بيخلي الحمام يبيض كويس التغذية، لابد التغذية اللي هي الجيدة بيساعد على ان الحمام بيبيض. تمام. وقبل ما انهي الفيديو، الرجاء منكم عمل اشتراك. تمام، عمل اشتراك اظهر بقى في الفيديو كده عشان تشوفوني وتعرفوني. تمام كده، انا ظهرت، الشمس جايه في عيني. وما تنسونيش بالدعم القناه لانها جديده، وعلشان اي فيديو انزله عن اي علاج يوصل لكم على طول، وتتابعوني. طبعا اشكركم ومع السلامه.